السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهاردة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبهنا وبصحة وسعادة. النهاردة بقى عاملين بيتزا زي ما انتوا شايفينها كده، طالعة متحمرة والعجينة بتاعتها هشة جدا، وعجينتها سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقدات خالص بصراحة. وطلعت يعني العجينة بتاعتها هتعجبكم قوي. يلا بينا على المقادير، يلا بينا. طبعا معانا كوباية لبن، حسب الرغبة، لبن زبادي حسب ما انتي موجود. وعندنا كوباية زيت، وطبعا معروف لبن بودرة. اللبن البودرة ده بيخلي العجينة تحفة. ومعانا ذرة ملح، ومعانا معلقة سكر، وخميرة فورية، وحوالي كيلو دقيق طبعا حسب الرغبة، حسب ما انتي هتعملي. ومعانا هنحط طبعا المواد الجافة كلها مع بعض: اللبن البودرة، الخميرة، السكر، الملح. ممكن الخميرة والسكر تدوبيهم مع بعض وتسيبيهم على جنب بعض يخمروا وبعدين تحطيهم، بس انا بحب ايه، واحط المواد الجافة كلها ايه مع بعض واقلبهم كلهم، واحط بعديها المواد السائلة زي الزيت وزي اللبن هنحطهم مع بعض. كوباية الزيت اهيت هحطها كلها طبعا. واحسن المية بتاعتنا تكون دافية، مية الخمير، مية العجينة تكون دافية. كل ما كانت دافية كل ما ايه. واعجن بقى لما ايه تعجني حوالي 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط تعجني عجينة البيتزا. تفضلي تعجني وطول ما هي عاوزة مية. وعجينة البيتزا بتكون طرية شوية. خمرت معانا، شايفينها خمرت ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر، خمرت. والخميرة يعني العجينة بتاعتنا. طبعا الحشو بتاعنا عاملين صلصة عادية، عايزة تعمليها بفص توم اعمليها براحتك، وطماطم مقطعينها مخرطينها صغير، والحشو لحمة مفرومة ببصلة وجبنة رومي وفلفل مقطعين. وهنفردها في الصينية من جوه زي ما انتوا شايفينها كده. هنفردها كده في الصينية، حبيتي تفرجيها من بره وبعدين ترجعي تحطيها في الصينية تاني، دوت برضو حسب، بس انا بفردها على طول. وبصراحة العجينة اتفردت معايا على طول في الصينية. دي البيتزا السريعة بتاعتنا كده. والصلصة بتاعتنا طبعا احنا ايدينا نضيفة وغسلينها. والصلصة طبعا احنا الصلصة محدقينها، يعني حاطين لها ملح وشطة والتوابل والفلفل وملح ابيض. وهنحط بقى الحشو بتاعنا، طبعا اللحمة المفرومة دي احنا معصجينها معصجينها ببصلة زي ما انت شايف. طبعا لحمة مفرومة، عندك فراخ حسب اللي موجود. ممكن ما فيش ده تحطي بيض، بسطرمة، لانشو، حسب اللي موجود في البيت. وبعدين هنحط اللهم صل على سيدنا محمد الطماطم بتاعتنا. وهندي الفلفل ده برضو حسب الرغبة، عشان الفلفل ممكن يكون حراق معاكي، فالفلفل ده حسب الرغبة. وممكن لو في زيتون اسمر حطي، بس انا ما كانش عندي زيتون فما حطيتش بقى. ونحط الجبنة الرومي بتاعتنا وزي ما انتوا شايفين كده. وبنسيبها برضو ترتاح تاني شوية، ما بنحطهاش على طول في الفرن، سيبيها ترتاح كده شوية معاكي، تعلى شوية. وبعدين ايه بندخلها الفرن وعلى نار طبعا معروفة نار متوسطة. وطلعت العجينة بتاعتنا هشة وجميلة زي ما انتوا شايفينها كده. هي كانت عاوزة اقطعها لكم والله، كنت اوريكم بس العجينة بتاعتها من جوه زي ما انتوا شايفين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وفي اللايك وفي كلمة حلوة. واحب اقول لكم ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. و... ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم وعلينا. ولو حد اتوجع السنة دي فربنا يصبركم. ويا رب يا رب تكون السنة اللي جاية أحسن من السنة دي يا رب. وتكون سنة خير وهنا علينا وعليكم يا رب.